السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم معايا لاخر الفيديو مش طويل خالص، بس هقولك فيه اسرار كده هتخلي البيتزا بتاعتك عاملة زي بتاعت بره بالظبط، اكنها جايباها من الفطاطري. اختي كانت جايه لي زيارة وكانت جايبة معاها حاجة خلت البيتزا جميلة جدا جدا. كانت جايبة صينية هوريها لك دلوقتي، بس هقولك المقادير بتاعت العجينة دي. العجينة سهلة جدا، بس السر في الصينية. هي الصينية اهي جميلة جدا. بص الخرام دي هي اللي بتخلي العجينة زي بتاعت بره بالظبط. وهقولك وانا شغالة مع والفيديو شغال ليه الاخرام دي، ايه سبب الاخرام دي؟ ان هي بتساعد على البيتزا، بتخليها زي بتاعت بره بالظبط. هقولك بقى المقادير، بس تابع معايا الفيديو زي ما قلتلك مش طويل خالص. بص بقى معايا المقادير، انا هقولك برضو طريقة العجين، بس هقولك المقادير. معايا جبنة رومي وبسطرمة وفلفل اخضر وسوسيس. معايا صلصة طماطم لكل صينية كده، يعني عليها كده صلصة طماطم. وجايبة كيسين موتزاريلا. طريقة البيتزا دي اختي اللي عاملاها، وهي جايبة الصينية معايا، وهقولك في الفيديو الصينية جايباها منين وبكام واستخدامها ليه. ان هي بتخليها طالعة جميلة جدا، وهتشوفي بعينك في اخر الفيديو طالعة عاملة ازاي. معايا بقى العجينة هنا، هي فردتها كده زي ما انتوا شايفينها وسابتها تخمر في الاول. وطبعا بقت بالشكل اللي انتوا شفتوه في الاول ده، كانت جميلة جدا. وبص بقى، ولا بتدهن الصينية ولا اي حاجة، وهي بس بتفرد العجينة زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا بقى، ليه الصينية دي بتخلي البيتزا جميلة وزي بتاعت بره؟ الاخرام دي بتساعد على ان هي اكنها، شفتوا الفران بتاعت الفرن بتاعت البيتزا؟ محلات البيتزا بتبقى معمولة بالطوب الحجري كده، والنار متوزعة في كل حتة بتسوي البيتزا. يعني مش من اتجاه واحد، لا، ده هي النار كلها بتسرع في سوى البيتزا، وبتخلي البيتزا ما تهبطش، يعني بتخلي سمكها حلو. فالصينية دي بالظبط زي الفرن بالظبط، بتوزع الحرارة للبيتزا. الخرام دي بتوزع الحرارة، بتساعد على توزيع الحرارة للبيتزا، فبتسرع من سواها، ما بتخليهاش ان هي تنشف في الفرن. وبتخليها طرية، بتخلي العجينة نفسها طرية، ما بتخليهاش ان هي تبقى ناشفة ولا ان هي تبقى مقلحفة. لا، هي بتبقى طرية بصراحة، بتبقى زي بتاعت بره بالظبط. وهي بالظبط زي ما انتوا شايفين. هتدخلها الفرن تستوي بس كده حوالي من 3 دقايق او 4 دقايق، تاخد بس تشميعة، وبعد كده تخرجها تاني ودلقت عليها بقى شوية موتزاريلا كده خفاف، وهتدخلها بقى الفرن، هتكمل سواها. مفيش يعني 10 دقايق بكتيره قوي في الفرن، او 7 دقايق بكتيره قوي في الفرن، ما تكتريش عن كده. هتلاقيها استوت وبقت زي بتاعت بره بالظبط. جايباها منين البيتزا دي؟ كانت جايباها من بنها، من محل بتاع ادوات منزليه زي رنين بالظبط، بس انا مش متذكره اسمه بصراحه، بس انا هسالها على اسم المحل. كانت جايبه الصينيه ب150 جنيه. انت ممكن هتلاقيها في محلات رنين برضو. وكان فيها منها احجام اللي هي بتاعت الفينو، اللي هي الصواني اللي هي مفرغه، اللي تعمل لك اشكال للفينو. بتقرصي فيها الفينو وتحطي في كل عين الفينو بتاعك اللي انت عجناه. وكان فيها منها اشكال كتير، وكلهم مخرمين كده. وهي اشترت واحدة بس، ما اشترتش اكتر من كده. اما بتيجي تستخدمها بتدخل واحدة وبعدين تستوي، تخرجها وتروح مدخلة التانية. وهم يعني 4 افراد، مش كتير، يعني هتدخل واحدة وتخرج التانية كده، يعني بالتبادل. بس وانا حبيت ان انا افيدكم بالفيديو ده. ممكن يكون في ناس مش ما خدتش بالها من الصينية دي، جميلة جدا. لو حابة تشتريها، هي بتتباع في المحلات الكبيرة بتاعت الادوات المنزلية زي رنين وكده. هتلاقيها فيها، وبسعرها يعني رخيص، مش غالية، وليها اشكال كتيرة زي ما انا قلتلك. الاشكال اللي هي بتاعت الفينو دي، صواني فينو على شكل اللي هي المستطيلات دي، اللي هي بتقرصي الفينو وتحطي في كل عين الفينو بتاعك، وبرده بتبقى مخرمة كده. بصوا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هي بتحب ترش على الوش كده سميد قبل ما بتدخلها الفرن عشان بتديها كده كريسبي شوية، بتخليها كريسبي من فوق شوية. وبصوا جميلة جدا، طرية جدا من تحت. العجينة نفسها طرية، مش ناشفة خالص، مستوية كويس، ما خدتش وقت في الفرن. بصوا زي ما انتوا شايفينها اهي، خدت السوا بتاعها المظبوط. بجد بجد جميلة جدا، ومش غالية قوي، ب150 جنيه، يعني هي مش غالية قوي. بس حلوة. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا بلايك بقى، واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة، وانتظروا فيديوهات كتيرة جدا جدا. بحبكم في الله. مع السلامة.